فيلمنا بيبدأ مع ست اسمها أرورا بتتكلم عن أهمية الأمومة ودور النساء في المجتمع، وعشان كده قررت لو خلفت بنت هتخليها أول امرأة تغير العالم وتكون حرة وتحقق اللي محدش قدر إنه يحققه. ولما خلفتها ماتت بنتها بثلاث طلقات، واحدة في وشها والتانية في صدرها والتالتة كمان في منطقة حساسة في جسمها. وبنرجع بالزمن عشان نعرف قصة أرورا وبنتها، وبنشوف أرورا وهي بتقرأ كتاب عن تحسين النسل لأنها كانت مهتمة بالتربية المثالية وحقوق المرأة، ومقتنعة إن النساء هم المسؤولين عن تحسين شكل المستقبل من خلال أولادهم، وبيكون نفسها تخلف بنت تزرع فيها كل المواصفات المثالية، لكنها عايزة البنت دي تكون ليها لوحدها وتربيها من غير أب. وعشان كده لما بتدخل في علاقة مع أول راجل اقتنعت بيه إنها تخلف منه، اختارت شخص ما يكونش عايز يربي او يشغل باله بالاولاد. وبعد فتره بنشوف أرورا خلفت بنت جميله اسمها هيلديجارد، وبتبص لها بصه فخر عشان شايفاها مثاليه تماما، لانها ما خلفتهاش عشان عايزه تخلف وخلاص، دي خلفتها عشان تكون جزء من خطه محكمه لهدف راسخ، وهو القتال لمجتمع مثالي وراقي وتكون سيده المستقبل. وبنعرف ان هيلديجارد بدات تتكلم عندها 8 شهور، ولما وصلت لعمر السنتين بقت بتقدر انها تقرا، وفي عمر ال3 سنين قدرت تتعلم الكتابه بسهوله. كل ده بفضل أرورا اللي ما كانتش بتسيبها ثانيه من غير مذاكره ودراسه متواصله، وبتربيها وفق معايير تحسين النسل الصارمه، وبتخلي هيلديجارد تنام في ميعاد محدد وتصحى في ميعاد محدد، حتى الاكل اللي بتقدمه ليها بيكون اكل صحي، وعلمتها تلتزم بممارسه الرياضه يوميا. ولما بتوصل هيلديجارد لعمر ال8 سنين بنعرف انها بقت بتعرف تتكلم 6 لغات: الفرنسيه والانجليزيه واللاتينيه والالمانيه والبرتغاليه والايطاليه. وفي سن ال12 سنه بتبدا أرورا تعلم هيلديجارد علم تحسين النسل، وبتخليها تدرس القانون والفلسفه والدراسات الطبيه. وال16 سنه بنعرف ان هيلديجارد بقت اصغر محاميه في اسبانيا، وبتجيد الكتابه على الآلة الكاتبه باحترافيه. وبتستمر حياه هيلديجارد بالشكل الروتيني ده كل يوم، بتفضل تذاكر وتدرس 5 ساعات متواصله الصبح، وبعد الظهر تقعد تقرا 3 ساعات. وبتخليها أرورا تقرا للكاتب نيتشه اللي متاثره بيه وبافكاره. وفي يوم من الايام بتسال هيلديجارد مامتها اذا كان ليها اب، لكن أرورا بترد عليها وبتقول لها انها ما عندهاش اب وانهم احرار وعايشين بحريه. وبترسخ أرورا في دماغ هيلديجارد ان كل الرجاله خونه ومخادعين وما بيجيش من وراهم اي منفعه، وعشان كده لازم كل الستات يبعدوا عنهم ويعيشوا في سعاده ومرح. وبنشوف أرورا وهي بتقص شعر هيلديجارد عشان تخلي طول قصير دايما. وبتعدي السنين وبتكبر هيلديجارد وبتكون شابه، وفي يوم اعلان الجمهوريه الاسبانيه بعد سقوط الملكيه بنشوف أرورا قاعده في مقر جريده من اهم الجرايد في اسبانيا، وبيكون مع ساعتها هيلديجارد ومستنيين يقابلوا جوزمان رئيس التحرير، لكن سكرتيرته بتعرفهم انه مش هيقدر يقابلهم النهارده عشان مشغول. بس أرورا مش بتصدقها لان دي مش اول مره يطلبوا منها انهم يقابلوا جوزمان وهو يتهرب منهم. وبتقرر أرورا تتسلل لمكتب جوزمان هي وهيلديجارد، ولما بتوصل لمكتبه بتقفل الباب بالمفتاح، وبيتفاجئ جوزمان من تصرفها جدا، فبتعرفه أرورا بنفسها هي وبنتها، وانها بقالها فتره بتبعت له المقالات اللي هيلديجارد بتكتبها، لكنه بيرفض ينشرها وبينشر مكانها حاجات تافهه وملاش لازمه. فبيرد عليها جوزمان وبيقول لها انه موافق ينشر مقالاتها بشرط انه يكتب اسم كاتب المقالات الحقيقي. فبتستغرب أرورا وبتساله عن قصده، وساعتها جوزمان بيعرفها ان مفيش بنت عندها 16 سنه تقدر تكتب مقالات زي دي. وهنا بتقرر أرورا تخلي جوزمان يسال هيلديجارد عن اي شيء مكتوب في المقاله او عن اي شيء عامه، ويشوف بنفسه هل هتقدر تجاوبه ولا لا. فبيسال جوزمان هيلديجارد فعلا وبيقول لها هو ايه الاصلاح الجنسي اللي كاتب عنه في المقاله. فبتجاوبه هيلديجارد وبتقول له ان هدف الاصلاح الجنسي هو المساواه بين الرجال والنساء وتنظيم النسل بين الطبقه العامله وحمايه الامهات اللي توفى ازواجهم. وبيحاول جوزمان وقتها يقلل من قدرات هيلديجارد، وبيكون شايف انها حفظت الكلام ده كله، لكن أرورا بتتهمه انه رافض فكره ان في طفله معجزه قاعده قدامه دلوقتي. وبتتكلم هيلديجارد في نفس الوقت وبتتهمه هي كمان انه بيقلل منها عشان بنت، وشايف ان المعجزات بتحصل للذكور وبس. وبتعرفه بتحدي انها تعرف حاجات كتير هو ما يعرفهاش وبتقلل منه زي ما قلل منها. وبعدها بيمشي أرورا وهيلديجارد وسط الثوار اللي بيحتفلوا وبيهتفوا عشان اسبانيا بقت جمهوريه، وبيحصل بعض المناوشات بين انصار الملك وانصار الثوره. وبتكون هيلديجارد وقتها مشغوله مع اللي بيحصل حواليها ومش مركزه مع مامتها ولا مع كلامها ليها. وفي البيت بنشوف هيلديجارد وهي بتكتب مقاله جديده وبتنصحها مامتها تخلي المقاله معقده عشان تبين شطارتها اكتر، لكن هيلديجارد بتعترض معاها وبتعرفها انها قصدها تخلي المقاله بسيطه للقارئ عشان يفهمها بسهوله ويتفاعل معاها. بس مامتها بتقولها ان البساطه شيء كويس لكن الفقر الفكري غلط. فبتسمع هيلديجارد كلامها ومش بتعترض، ووقتها بتجيب الخادمه ماكرينا فراوله لهيلديجارد وأرورا وبتقول لهم ان الشارع كله بيتكلم عن هيلديجارد ومقالاتها الجريئه، ومن الواضح انها خلاص هتكون مشهوره. وبتتفاجئ أرورا وقتها ان في بعض العبارات البذيئه المكتوبه على الحيطه قدام الشقه، وكلها من ناس رافضين طريقه هيلديجارد في الكتابه لانها بنت وكتابتها جريئه. وساعتها بتنصح ماكرينا أرورا انها تجيب مسدس عشان تحمي بيه نفسها هي وبنتها، لان العداوه دي ممكن
تتطور لشيء خطر. فبتعرفها اورورا انها مش هتخاف من شويه بويا على الحيطه، وبتسيبها وبتمشي. وبتبدا ماكرينا بتنظيف الحيطه من اللي مكتوب عليها. وتاني يوم بنشوف اورورا وهيلديجارد وهما بيحضروا ماتش تنس في الملعب، وبنلاحظ ان كل الحاضرين لابسين ابيض ما عدا اورورا وهيلديجارد لابسين اسود. وبتاخد هيلديجارد بالها ان الناس بتبص عليهم باستغراب، والبعض بيبص لهم بحده ومتضايقين منهم، وبيتكلموا عنهم وعن لبسهم وانهم مش مكسوفين من نفسهم. فبتسال هيلديجارد مامتها ليه مش لابسين ابيض زي الناس، فبترد عليها اورورا وبتقولها ان الست بتكون حره لما بتكون مختلفه ومش بتقلد حد وليها افكارها الخاصه. لكن هيلديجارد بتقول لها انها عايزه تكون جميله زي اي بنت، وده بيخلي اورورا تتضايق وبتطلب منها ما تسمحش لنفسها تفكر بالطريقه دي، لان جمالها لو ظهر محدش هيبص لافكارها ويتعاملوا كانها سلعه. وفي نفس الوقت ده بيقرب منهم شاب اسمه ابيل وبيعرفهم بنفسه وانه تابع الحزب الاشتراكي، وبيعرض على هيلديجارد انها تحضر اجتماع للحزب لانه معجب بيها وبمقالاتها وبيقراها دايما وحاسس انهم ممكن يشتغلوا سوا ويقدموا شيء جيد للمجتمع. فبترد عليه اورورا وبتقوله ان هيلديجارد عالمه اما هو سياسي واكيد افكارهم مستحيل هتكون واحده. وبتاخد هيلديجارد ساعتها عشان يمشوا، فبيتضايق ابيل وبيطلب من هيلديجارد انها تفكر في حضور الاجتماع ولو لمره واحده. وبعدها بتكون هيلديجارد في البيت بتكتب مقاله جديده، ولما بتلاحظ ان مامتها نامت على نفسها وهي قاعده بتقوم بهدوء وبتدخل اوضه مامتها وبتبدا تفتش في حاجتها. وساعتها بتلاقي صوره مكتوب في ظهرها اسم اورورا وبيبي، فبتدخل عليها ماكرينا وبتطلب منها تخرج بسرعه من الاوضه عشان مامتها لو شافتهم هتبهدلهم. وبتسال هيلديجارد ماكرينا عن الصوره ومين هو بيبي، لكنها مش بتجاوبها وبتخليها تخرج بره الاوضه. وبعدها بتكون هيلديجارد قاعده مع مامتها وبتحاول تتكلم معاها بخصوص عرض ابيل انها تحضر اجتماع الحزب الاشتراكي، لكن مامتها بتعرفها ان ابيل عايز يستغلها ويستغل شهرتها لحسابه وحساب الحزب. وشويه وبتتكلم ماكرينا مع اورورا وبتوريها الاساءات الجديده المكتوبه على الحيطه، فبتسالها اورورا عن سعر المسدس عشان اقتنعت انها لازم يكون عندها واحد لان الاساءات بقت يوميه وكده ممكن يكونوا في خطر. وبتطلب منها ما تجيبش سيره لهيلديجارد عن الاساءات دي. ولما بتساعد اورورا هيلديجارد وهي بتستحمى ساعتها هيلديجارد بتسالها ازاي متاكده ان ابيل عايز يستغلها، فبتقول لها اورورا ان ده اللي السياسيين بيعملوه دايما مع المفكرين والعلماء اللي زيها، لكن اورورا بتسالها ازاي هتطبق افكارها في المجتمع ومع الناس وهي مش بتتعامل معاهم، وعشان كده شايفه ان حضورها للاجتماع مهم. فبتعرفها اورورا ان الاجتماع هيكون كله رجاله وسياسيين وده شيء كفيل يخليها ترفض تحضره. وفي نفس الوقت ده بتسيب اورورا بنتها وبتروح للخادمه عشان تطلب منها تحضر العشاء. ولما بتروح اورورا للخادمه بتعرف منها انها جابت لها المسدس اللي طلبته، وبتحكي لها انها جابته من انطونيو جوزها وما كانش عايز يديهولها واضطرت تاخده منه بالقوه، وده بيخلي اورورا تعتذر لها عشان عملت لها مشاكل. لكن ماكرينا بتعرفها ان كده كده المشاكل بينها وبين انطونيو مش بتخلص، وده بسبب تبنيه الافكار الاناركيه اللي لعبت في دماغه وغيرته تماما بالرغم من انه راجل صالح. وساعتها بتكون هيلديجارد سامعاهم وبترد على كلام ماكرينا وبتقول لمامتها انها عايزه تشارك افكارها على ارض الواقع ووسط الرجال لان ده اللي هيغيرهم وهيغير المجتمع. وبعدها بنعرف ان اورورا وافقت ان هيلديجارد تروح لاجتماع الحزب الاشتراكي لكن بشرط انها تروح معاها. واول ما بيدخلوا للمكان اللي فيه اجتماع بيلاحظوا ان كل اللي في المكان رجاله بس، وبيبصوا على هيلديجارد ومامتها بنظرات كلها استغراب. وفي نفس اللحظه دي بيتفاجئ ابيل بوجودهم وان هيلديجارد هتحضر الاجتماع، وبيروح لها وبيرحب بيها وبيعرفها انها تقدر تتكلم بعد ما ميجيل زميله يخلص. لكن اورورا بترد عليه وبتعرفه انهم مش جايين عشان يتكلموا وجايين يسمعوهم وبس. وفي اللحظه دي بترد عليها هيلديجارد وبتعرفها انها عايز تتكلم، واول ما ميجيل بيخلص كلامه بتقف هيلديجارد قدام الكل وبتتكلم وبتعرفه انها هنا دلوقتي بناء على رغبه ابيل زميلهم اللي دعاها لحضور اجتماعهم النهارده، وشافت ان دي فرصه كويسه عشان تعبر فيها عن افكارها. وبتتهمهم انهم متجاهلين النساء تماما، وده بيخلي اعضاء الحزب يتضايقوا منها ويسقفوا لنفسهم وبيتحدوها. لكن هيلديجارد بيكون عندها ثبات انفعالي وبتكمل كلامها وبتوريهم صوره عن خبر اتنشر النهارده في الجريمه عن امراه تم اغتصابها وان دي مش اول ضحيه، وبتقول لهم ان دي 8 ضحيه في شهر واحد بس، والمجرمين بيقتحموا البيوت عشان يسرقوها وبيستغلوا الفرصه لو شافوا ست في البيت وبيغتصبوها. وبتتكلم عن معاناه النساء في المجتمع سواء بتعنيفهم او اغتصابهم او موتهم اثناء الولاده، ده غير النساء اللي بيعانوا من الضرب المبرح بشكل يومي على ايدين ازواجهم. وبتستغرب ازاي الحزب بتاعهم ما اتكلمش ولا مره عن ايجاد حلول للنساء، وبتسالهم ساعتها اذا كانوا شايفين النساء شيء غير مهم وغير مرئي، والدليل ان الاجتماع بتاعهم كله رجاله ومفيش ستات غيرها هي ومامتها وبس. وبتصرفهم انهم لو عايزين اسبانيا تكون مستقله وحره زي ما طلبوا في الثوره يبقى لازم يخلوا كل فرد فيها حر فعلا. وبيكون ساعتها الكل ساكت ومصدوم من كلام هيلديجارد ومش عارفين حتى يردوا عليها. ولما بتخرج هيلديجارد من الاجتماع بيروح ابيل وراها وبيندى عليها وبيسالها اذا كانت هتيجي الاجتماع تاني، فبترفض اورورا قبل ما هيلديجارد تتكلم وبتعرفوا انهم لسه عندهم حاجات كتير محتاجين ينجزوها، وبتشكره وبتودعه وبتاخد هيلديجارد وبيمشوا بسرعه. وتاني يوم بتتكلم هيلديجارد مع ماكرينا وبتسالها تاني عن بيبي وليه مامتها محتفظه بصورته معاها وبتفضل تترجاها تحكي لها اي حاجه. فبتقعد ماكرينا معاها وبتقولها ان بيبي هو الراجل الوحيد اللي مامتها حبته، ولكن مش حب الحبيبه والعشاق
عشاق لانه ابن اختها، وكانت بتحبه كانه ابنها بالظبط عشان هي اللي ربته وعلمته وخلته يكون عازف بيانو معجزه من وهو طفل. ولما بقى سنه 4 سنين بس عزف في البلاط الملكي. لكن اخته اورورا كانت ذكيه وطماعه وقررت تستغل البيبي عشان تكسب من وراه فلوس كتير، واخدته ساعتها من اورورا وسافرت. ومن ساعتها اورورا ما شافتوش تاني وما تعرفش عنه شيء. وساعتها بتطلب ماكرينا من هيلديجارد انها تقرا لها الروايه الرومانسيه اللي معاها عشان ما بتعرفش تقرا ونفسها تعرف احداثها. بتضحك هيلديجارد وبتوافق وبتبدا تقرا الروايه لماكرينا. وتاني يوم بنعرف ان اورورا راحت لاجتماع الحزب الاشتراكي تاني هي وهيلديجارد، والمره دي بيكون في الاجتماع نساء تانيين غيرهم. ولما بتكون هيلديجارد محتاجه تروح للحمام بيوقفها عضو من الحزب وبيتكلم معاها بصرامه وبيعرفها ان ده حمام الرجال ومفيش حمام للسيدات، ولو محتاجه للحمام يبقى لازم ترجع بيتها وتدخل الحمام بتاعها. لكن هيلديجارد بتتجاهل وبتدخل الحمام. وبعدها بتقابل ابيل في الحمام بالصدفه وبتعرفه ان بما ان الحزب هيكون فيه سيدات يبقى لازم يكون لهم حمام خاص. وبيبان على ابيل وهو بيتكلم مع هيلديجارد انه معجب بيها. وتاني يوم بتشوف اورورا الروايه الرومانسيه بتاعت ماكرينا وبتقول لهيلديجارد انها اكيد مش بتقرا النوع ده من الروايات لانه سيء وبيوهم الناس برغبات غير واقعيه. لكن هيلديجارد بتقولها ان الحب شيء مهم وبتسالها اذا كانت مشاعرها في يوم اتحركت ناحيه حد. فبتحكي لها اورورا انها زمان قبل ما تخلفها وقعت في حب قبطان وكانوا هيتجوزوا لكن الموضوع فشل لانها كانت عايزه تكون حره وهو رفض، فقررت تبعد عنه لان الحب والثوره ما ينفعش يكونوا سوا. ولما بتسال هيلديجارد عن بيبي وانها عرفت قصته من ماكرينا بتتضايق اورورا ان ماكرينا بتحكي وبتتكلم كتير. وفي نفس اللحظه دي الباب بيخبط، فبتاخد اورورا المسدس قبل ما تفتح الباب وبتتفاجئ ان جوزمان رئيس التحرير وبتعتذر له ساعتها عشان خوفته بالمسدس اللي ماسكاه. ولما بيقعد جوزمان مع اورورا وهيلديجارد بيعرفهم انه جاي عشان كتاب هيلديجارد اللي كتبته ونشرته ونجح نجاح ساحق وهيطبعوا منه الطبعه الثانيه. وبيسال اورورا هيكتب الشيك بتاع الارباح باسم مين، فبتقول اورورا انه يكتب الشيك باسمها. فبتتفاجئ هيلديجارد وبتستغرب جدا لكنها بتفضل ساكته ومش بتتكلم. وبيحكي ساعتها جوزمان لهيلديجارد ان الدكتور والفيلسوف الانجليزي هافيلوك عايز يقابلها عشان عنده عرض ليها. فبتفرح هيلديجارد جدا بالخبر ده، لكن مامتها بتتضايق وبتفكرها ان هافيلوك ده ليبرالي وعايز يستغل افكارها لمصلحته. لكن جوزمان بيحاول يوضح لها الموضوع وانها فاهمه غلط، فبترفض تسمعه وبتحرجه وبيبان الضيق على هيلديجارد. وفي يوم حفل توقيع هيلديجارد للطبعه الثانيه من كتابها بيكون ابيل من ضمن الحضور وبيهني هيلديجارد وبيطلب منها توقع له عن النسخه اللي اشتراها. فبتقول له هيلديجارد يستنى دوره وبتحاول تبين انها غير مهتمه بيه. وبعدها بتتكلم هيلديجارد مع ابيل على جنب وبيبان عليها هي وابيل اعجابهم ببعض وبتوقع له عن النسخه بتاعته زي ما طلب منها. وفي نفس الوقت ده بتشوفهم اورورا وبيبان عليها الضيق الشديد. ولما بيحاول ابيل يوضح لها ان هيلديجارد بقت في مكانه كبيره ولازم تخرج بره دايرتها وتتعامل مع الشعب بترد عليه اورورا بتكبر وغرور وبتعرفه ان هيلديجارد في المكانه دي بفضلها. فبتضايق هيلديجارد من ردها وتهميشها ليها. وفي البيت بتلاحظ ماكرينا ان هيلديجارد رجعت من بره ودخلت اوضتها على طول وبتفهم ان في حاجه حصلت ضايقتها. فبتروح وراها وبتحاول تتكلم معاها عشان تعرف منها ايه اللي حصل، لكن هيلديجارد مش بتجاوبها. فبتحس ماكرينا ان في شاب في الموضوع وبتقول لهيلديجارد تحكي لها عنه من غير ما تخبي عشان مش تعرف تداري. فبتضطر تحكي لها هيلديجارد عن ابيل وانه شاب وسيم ومعجبه بيه، لكن مامتها هتفضل عائق ما بينهم. وبتطلب ساعتها من ماكرينا انها تساعدها تشوف ابيل لوحدها من غير مامتها. فبتضحك ماكرينا وبتطمنها انها تساعدها وتكون جنبها. لكن في نفس اللحظه دي بتكون اورورا واقفه ورا الباب وسامعه كلامهم واتفاقاتهم. وتاني يوم بتروح اورورا لابيل وبتتكلم معاه بحديه وبتطلب منه يختار ما بين هيلديجارد وما بين مشاركته في الحزب الاشتراكي او اي حزب تاني. فبيتصدم ابيل من طلبها وبيستغرب جدا، فبتسيبه اورورا وبتمشي عشان يفكر براحته. وفي يوم اجتماع الحزب بتلاحظ هيلديجارد ان ابيل متجاهلها تماما وبتستغرب جدا من تصرفاته معاها، خصوصا انه بقى بيكلمها بشكل رسمي ومش بيقول اسمها وبيندى عليها بالسيده بدل ما يقول اسمها، وده بيخليها تتضايق جدا وبتكون في حاله من الحيره والشرود ومش مركزه في اي شيء بيحصل او بيتقال في الاجتماع. وفي اليوم اللي بتلقي فيه هيلديجارد خطابها بتتكلم بحماس شديد وبطريقه جذابه ومبهره وبيقتنع كل اعضاء الحزب بكلامها وبيوافقوا يكونوا معاها في خطتها. لكن بعد ما هيلديجارد بتخلص الخطاب بتفضل عينيها تدور على ابيل في كل مكان اللي بتلاحظ انه ما حضرش الخطاب بتاعها، لكنها بتشوفه واقف بعيد وبيبص عليها. فبتحس بالحزن الشديد وبيكون الكل ساعتها عايزين يتكلموا مع هيلديجارد، لكن اورورا بتاخدها وبتمشي. ولما بترجع هيلديجارد للبيت بتدخل اوضتها وبتنام على سريرها وبتكتشف ان الظرف اللي اداهولها ابيل مكتوب وراه رساله ليها وبتخبيه بسرعه تحت مخدتها قبل ما مامتها تشوفه. ومن بعدها بنشوف ابيل وهيلديجارد وهما بيتبادلوا سوا الرسائل من غير ما حد ياخد باله وبيمثلوا ان هما لهمش علاقه ببعض ولا بيكلموا بعض، وبيحكوا في الرسائل عن حياتهم والجديد فيها وعن مشاعرهم وارائهم في خطابات بعض وكتب هيلديجارد. وبنلاحظ ان هيلديجارد بقت سعيده هي وابيل، وفي يوم من الايام بيعترف لها ابيل بحبه ليها وانه واثق من احساسه ناحيتها. وطبعا
هيلديجارد بتكون بتبادله نفس الشعور. وفي يوم من الايام بتعرف اورورا اللي بيحصل ما بين هيلديجارد وابيل، وبتدخل اوضتها عشان تفتشها، وفعلا بتوصل لمكان الرسائل السري اللي هيلديجارد كانت عاملاه، وبترمي الرسائل على الارض وبتشد هيلديجارد بعنف من شعرها وبتعرفها بنبره تهديد انها ملكها وكل اللي هي فيه ملكها، وبتحرق قدامها بعدها كل الرسائل بتاعت ابيل، وبتقول لها انها مش تحضر اي اجتماعات تاني وهتفضل طول النهار تكتب وطول الليل هتذاكر، ووقت الاكل ودخول الحمام هتكون معاها، حتى وقت النوم هتنام معاها في اوضتها ومش هتسيبها لوحدها تاني. ده غير انها ممنوعه تماما من الخروج عشان تبقى تنجرف ورا الحب والمشاعر تاني وتنسى الهدف اللي اتولدت عشانه. وبتبص لهيلديجارد وبتقول لها ان الحب ضعف ومش هتسمح لها تخلي خطتها تفشل وتعبها كل السنين دي يروح حاضر. وتاني يوم وهيلديجارد واورورا بيلعبوا تنس، بتحس هيلديجارد بغضب شديد وبترمي الكره بعنف على مامتها، وبتقضي حياتها محبوسه وبتكتب ليل نهار. وبالليل بتنام اورورا جنبها في اوضتها وبتجبر هيلديجارد انها ترد على عرض هافيلوك بالرفض عشان عندها التزامات في اسبانيا وصعب تسافر انجلترا. ووقتها بتتصدم هيلديجارد لان كان نفسها تقابل كاتب وفيلسوف كبير زي هافيلوك. وبعدها بتقعد هيلديجارد ترد على رسائل المعجبين، وبتشوف اورورا الرسائل اللي وصلت كلها عشان لو ابيل بعت فيهم رساله، وساعتها بتتفاجئ بكارت دعوه لحضور حفل العازف الموسيقي بيبي، فبتتصدم وبتدخل لاوضتها. وبعدها بتقرر اورورا تخرج وتسيب هيلديجارد مع ماكرينا وبتعرفهم انها ترجع على طول ومش تتاخر. واول ما اورورا بتخرج بتقوم هيلديجارد بسرعه عشان تلبس وتخرج تقابل ابيل، وبتفاجئها ساعتها ماكرينا انها اشترت لها فستان احمر عشان تلبسه بدل الاسود اللي لابساه على طول. فبتفرح هيلديجارد جدا وبتحضن ماكرينا. وبعدها هيلديجارد بتخرج وبتروح الحفله مع ابيل وبتكون منبهره جدا لان دي اول مره تشوف فيها حفله، وبترقص ساعتها مع ابيل وبتكون طايره من الفرحه. وبيكون ابيل مستغرب ان مامه هيلديجارد سابتها تيجي الحفله لوحدها، فبتتوتر هيلديجارد ومش بتعرفوا انها متعاقبه او ممنوعه من الخروج. ولما بيرقصوا سوا تاني بيبان عليهم هما الاثنين انجذابهم وحبهم لبعض. ولما بتخلص الحفله بيتمشى ابيل وهيلديجارد سوا في الشارع، وبيسال ابيل هيلديجارد عن عرض هافيلوك، فبيبان عليها الضيق، وده بيخلي ابيل يقول لها انه مستعد يسافر مع انجلترا بالرغم من انه ما بيعرفش يتكلم انجليزي لانه عايزه تعمل اللي نفسها فيه. فبتفرح باهتمامه بيها وتفكيره فيها وبتقرب منه وبتبوسه. اما اورورا فبتكون في نفس الوقت ده في الاوبرا وبتحضر الحفل الموسيقي البيبي، وبتفتكر وقتها بيبي لما كان صغير وبيعزف على البيانو. ولما بيخلص الحفل الموسيقي بتستنى اورورا الكل يمشي وبتروح لبيبي اوضته عشان تتكلم معاه، واللي اول ما بيشوفها بيعرفها على طول بالرغم من ان عدى 18 سنه على اخر مره شافها فيها. وبيهنيها انها عملت من هيلديجارد معجزه زيه والكل بيتكلم عنها. فبتقول له اورورا انه غلط النهارده في العزف وده ما يطلعش من شخص متعلم التعليم اللي هو اتعلمه. فبيضحك بيبي على كلامها بسخريه وبيسالها اذا كانت جت النهارده عشان تذله، وبيعرفها انهم في باريس بيقولوا عنه الطفل الهالك والمحتال وانه لو فضل معاها كان زمانه في مكان تاني خالص. فبتتضايق اورورا عشانه وبتساله ليه ما دعاش للحفل النهارده. فبيستغرب بيبي وبيقول لها انه ما دعاهاش لانه ما كانش حابب انها تشوفه فاشل. فبتفهم ان اللي حصل كان متخطط له وبترجع للبيت بسرعه. ولما بترجع اورورا للبيت بتدخل على هيلديجارد اوضتها وبتقرب منها وبتشمها وبتلاقي ريحتها متغيره. فبتفتح الدولاب وساعتها بتشوف الفستان الاحمر وبيبان عليها الغضب الشديد. وتاني يوم الصبح بتتخض ماكرينا لما بتشوف اورورا قاعده وماسكه المسدس في ايديها، لكن اورورا وقتها بتلاحظ ان ماكرينا مضروبه في وشها وبتفهم ان انطونيو جوزها هو اللي ضربها كالعاده. فبتتهرب ماكرينا منها وبتقول لها انها تروح تحضر الفطار. وبعدها بتروح اورورا لانطونيو هي وماكرينا وشويه وبتصحى هيلديجارد وبتلاقي نفسها لوحدها وبتتفاجئ ان مامتها وماكرينا راجعين سوا من بره. فبتسال هيلديجارد مامتها ليه ما صحيتهاش زي كل يوم. فبترد عليها اورورا وبتقول لها انها شافتها مرتاحه وهي نايمه فقررت تسيبها تكمل نوم. واثناء ما اورورا بتساعد بنتها في الاستحمام زي كل مره بتفاجئها انها عزمت ابيل على العشاء ولازم تفضل فاكره وحاطه في دماغها ان العالم محتاج لقاده اقوياء والحب بيضعف وبيخلي الواحد فاشل، وبتطلب منها ما تنساش الافكار اللي اتعلمتها عشان هم دول قوتها. وبعدها بشويه بيوصل ابيل وبتستقبله ماكرينا. ووقت العشاء بتفضل اورورا تسال ابيل اسئله كتير عن الحزب وعن خططه واللي ناوي يعمله، وده بيخلي هيلديجارد تتوتر جدا. لكن ابيل بيرد على اورورا وبيقول لها الحزب الاشتراكي بقى اهمه الانتخابات وبس، وبسبب كده بقى يحصل مشاكل ما بين العمال والريفيين، وبيعرفها انه ناوي ينضم للحزب الفيدرالي. فبتقول له هيلديجارد ان هي كمان بتفكر تنضم له. فبتتضايق اورورا جدا ساعتها لان بالنسبه لها الحزب الفيدرالي تابع للاناركيين الفوضويين. فبيدافع ابيل عنهم بعصبيه لانهم مش فوضويين. وفي نفس الوقت ده بيرن جرس الباب وبيتفاجئ الكل بالشرطه داخله عليهم وبيقولوا لابيل ان مطلوب القبض عليها تهمه السرقه والاغتصاب. فبتتصدم هيلديجارد من اللي بتسمعه وبتكون مش مصدقه اللي بيحصل. فبيطمنها الشرطه انه مش هيقول في التحقيقات انها على علاقه بابيل عشان سمعتها، وبيقول لها هي ومامتها ان من الواضح ان ابيل استغلهم وضحك عليهم. لكن ساعتها ابيل بيحاول يتكلم
وبيقول لهيلديجارد انه مظلوم وما عملش حاجه. وطول الليل بتفضل هيلديجارد تعيط بانهيار شديد، وبتحضنها اورورا عشان تهديها وبتفكرها بكل المقولات اللي اتقال فيها ان الرجاله خاينين. وتاني يوم الصبح بنشوف اورورا وهي بترمي الروايه الرومانسيه بتاعت ماكرينا، وبتقول لهيلديجارد ان الخادمه الجديده هتيجي كمان ساعه واسمها روزا. فبتستغرب هيلديجارد وبتسال مامتها يا ترى ماكرينا استقالت ولا طردتها. فبتتجاهل اورورا سؤالها وبتطلب منها تكمل كتابه. وفي نفس الوقت ده بيجي جوزمان وبيقول لهيلديجارد ان ابيل قبل اعتقاله كلمه عشان يجي لها ويقنعها تسافر لندن، لكن ساعتها اورورا بتقاطعه. فبيغير الكلام وبيقول لها انه جاي عشان يديهم جزء من ارباح كتاب هيلديجارد، لكنه محتاج منها تجيب قلم عشان توقع على ايصال الاستلام. فبتروح اورورا تجيب قلم، وهنا بيستغل جوزمان الفرصه بسرعه عشان يدي لهيلديجارد جواب جالها من لندن من هافيلوك. وبتيجي وقتها اورورا وبتشكر جوزمان عشان تخليه يمشي بسرعه. وبعدها هيلديجارد قاعده لوحدها بتفتح الجواب وبتكتشف انه جواه تذكره سفر. وفي الاثناء دي بتشوف هيلديجارد الروايه في الزباله، ولما بتفتح اول صفحه بتلاقي مكتوب فيها اعتذار من ماكرينا ليها. وشويه وبتستنى هيلديجارد انشغال روزا ومامتها عشان تمشي من البيت من غير ما حد يشوفها. ولما بتركب المواصلات بتلاحظ ان الناس بيبصوا عليها. وبعدها بتوصل هيلديجارد للحي اللي ساكنه فيه ماكرينا، وبتلاحظ برضه ان الناس بيبصوا عليها بنظرات غريبه. ولما بتخبط على بيت ماكرينا بيفتح لها انطونيو وبيتضايق لما بيشوفها، فبتطمنه انها مش تعمل له مشاكل. وبتسال هيلديجارد ماكرينا ليه سابتهم فجاه ومشيت، وبتوريها الروايه بتاعتها وبتسالها ليه كاتبه فيها رساله وبتطلب منها تسامحها. وبتتوقع هيلديجارد ان مامتها السبب في اللي حصل لابيل، وان ماكرينا ساعدتها غصب عنها وده اللي مخليها حاسه بالذنب وعشان كده طالبه منها انها تسامحها. لكن ماكرينا بتحكي لها ان اورورا اكتشفت ان انطونيو هو المسؤول عن الاعتداءات والسرقه اللي بتحصل، وقررت تحميه مقابل انه يروح للشرطه ويقول ان ابيل هو المسؤول بداله. فبتتصدم هيلديجارد وبتسال ماكرينا ازاي عملت كده في شخص بريء، وبتتهمها انها جبانه ولازم تصلح اللي حصل وتروح للشرطه وتحكي لهم الحقيقه. وبتعرفها انها لو ما عملتش كده هتروح بنفسها للشرطه وتقول لهم انها متواطئه مع جوزها في كل الجرائم اللي عملها، وبتسيبها ساعتها وبتمشي. ولما بترجع هيلديجارد للبيت بتواجه مامتها وبتعرفها انها عرفت كل شيء من ماكرينا، وانها هتخرج ابيل من السجن وهتسافر معاه لندن لان هافيلوك بعت لها تذاكر السفر خلاص. لكن اورورا بترد عليها بكل هدوء وبتقول لها انها مش هتسافر لانها مشروع حياتها ومش هتسيبها تهد كل اللي بنته خلال السنين دي كلها. لكن هيلديجارد بتقول لها انها بنت اهدافها على حساب سعادتها وحريتها وعلى حساب شخص بريء دخلته السجن لمجرد انه بيحبها. فبتتعصب اورورا عليها وبتسالها ازاي بتنكر فضلها وكل تعبها عليها، وبتفكرها ان افكارها وحياتها وعالمها ملكها هي وبس. وبنلاحظ انها شايفه هيلديجارد في اللحظه دي طفله صغيره قدامها. فبترد عليها هيلديجارد وبتقولها ان العالم والحياه مش بيتبنوا بالطريقه دي لانها ما تعرفش يعني ايه حب وحياه، وبتنكر الانسانيه وبتكره كل الناس مش الرجاله بس، وبتتهمها انها زي الرجاله لانها عايزه تمتلكها وتتحكم فيها زي ما الرجاله بيتحكموا في النساء. وبتقف ساعتها هيلديجارد وبتتحدى مامتها وبتعرفها انها من النهارده هي مش ملكها وهتاخد قراراتها بنفسها وهتعيش حره بعيده عن قيودها، وبتسيبها وبتدخل اوضتها. وبعدها بشويه بتروح اورورا لروزا وبتطلب منها تاخد الكلب وتمشيه شويه بره البيت. وبتفضل اورورا مستنيه وبتفكر وبتمسك مسدسها وبتدخل لغرفه هيلديجارد، وبتترعب وقتها هيلديجارد لما بتشوف مامتها موجهه المسدس ناحيتها. وفجاه بتضربها اورورا بطلقه في منطقه حساسه في جسمها، والطلقه الثانيه بتكون في صدرها والثالثه راسها، وبتموت هيلديجارد. وبتفضل اورورا واقفه بتبص على جثتها في صمت وبتكلم نفسها وبتقول ان الحل المثالي هو الانسان الآلي، لانه واضح ان الانسان مستحيل يعيش بعيد عن الحب والمشاعر، وهنفضل فاشلين زي ما هي فشلت مع بنتها اللي فضلت من يوم ما انجبتها بتحفظها وبتعلمها. وبعدها بنشوف جنازه هيلديجارد والكل موجود فيها وماسكين ورد احمر في ايديهم والكتب اللي الفتها وكتبتها، والبعض منهم بيكون ماسك الجريده اللي مكتوب فيها خبر مقتل هيلديجارد على ايد مامتها في بيتها، وبيكون الكل حزين جدا عشانها وعشان اللي حصل لها. حتى ابيل بيكون خرج من السجن وماشي في الجنازه منهار وبيعيط. وبنعرف في النهايه ان هيلديجارد ماتت يوم 19 يونيو سنه 1933 وهي عندها 18 سنه، وكتبت في الفتره دي 16 كتاب واكتر من 150 مقال. وللاسف بعد الحرب الاهليه الاسبانيه اتنست كل اعمالها وبيخلص الفيلم. والفيديو ده كتبته آلاء غازي وسجله محمد طاهر لو انا يعني، ومنتجه احمد ضياء. سلام.